السلام عليكم، معكم قناة شيوة أم هيثم. تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد واحد البيتزا اللي تجي أكثر من رائعة. غادير واحد 400 غرام ديال الدقيق، ما كاملش نص كيلو، خاصو واحد شوية. وعندي هنا واحد نص معلقة ديال السكر حبيت، الملح على حسب الذوق. وعندي هنا شوية تاع الزعتر حكة بنيتية، واحد المعلقة تاع الحليب المجفف. الحليب المجفف تعطي واحد المذاق زوين. وعندي هنايا واحد معلقه صغيره ما عمرش بزاف نتاع الخميره حبيبات، انا درت مع شويه تاع السكر حبيب، ودرت مع واحد شويه الماء خليتها طلعت باش دغيا تطلع لنا في البيتزا ديالنا، باش دغيا تخمر عندنا. وعندي هنا نص كاس تاع زيت الزيتون. هادشي اللي غادي نحتاج في المقادير تاع العجين. صافي، واحد خماره حمراء، وغادي نجمع من الماء دافي، الماء يكون دافي مع باش تخمر لنا البيتزا ديالنا طلع فيها شويه الخميره. ما نديروش الماء بارد، نديرها الماء دافي باش تخمر لنا. صافي، صراحه لا تجي هذا العجين تيجي زوين مقرمش، تيجي زوين بزاف. نبدلو على الزبده، انا في القناه حاطه العجين بالزبده، هذا بالزيت. صافي، بعد ما تلكت العجين ديالي مزيان، انا دلكته مزيان. شتي كي تيكون على القياس، ما يكونش العجينه قاصحه ولكن تكون خفيفه شويه. شتي عاد تلصق في اليدين. انا درت واحد القطيره تاع الزيت باش ما تبقاش تلصق ليا في يديا. شتي راه مرخوفه. صافي، عاد نقطعها دابا، ندير كويرات، وندير كويرات غير القياس، حيت انا بغيتها غير رقيقه، ما بداش تجيني غليظه العجين مثل العجين ديال البيتزا، يجيني غير رقيق. هاهي خرجت ليا 5 الكويرات، غير صغار بالحق ماشي كبار، قياسيين. صافي، غادي ندير انا الدقيق الفينو، دقيق القمح، ولكن هي سميت ماشي السميد، هي دقيق الفينو، هو باش غادي نقرصها باش يعطيها ديك التقرميشه. صافي، دابا انا غادي نغطيها بواحد المنديل ونخليها حتى ترتاح وتطلع لنا شويه في الخميره عاد باش نقرصها. نحتاجو في المقادير اللي غادي نديرو في الحشوه. عندي هنا انا عندي الجبن تاع الموزاريلا، ودرت معاه واحد شويه تاع الجبن الاحمر، ولكن الموزاريلا ديك المزيانه، ماشي كاين وحده لا درتيها تجي بحال لا دايره هي شحمه مذوبه وتديرها. هادي لا تجي تجي الكبلات تكون عندهم موزاريلا زوينه، اما هادشي اللي تيتباع على برا ما تيكونش زوين. وعندي هنايا الفلفله حمراء والفلفله خضراء، انايا خضرين دايرهم. وعندي الكفته تاع اللحم، انا ما مطيباهاش، دايره فيها القوام تاع الكفته، ودايره فيها شويه تاع البزار وسكينجبر والفلفله مطحونه وشويه القزبر درتهم وحركتهم مزيان، ودرتهم هكا على شكل هاد الكويسات هكا بنديرها حتى هي خضره. وصلصه الطماطم راه انا حاطه معكم في القناه، كنت مصايبها في القناه. هاد الصلصه صراحه تنفعني في اي حاجه، في ليبات، في البيتزا، في اي حاجه تنخدم بها، هي تنخدم بها تكون عندي واجده. وعندي الزيتون الاسود، وهادشي اللي غادي نحتاج ان شاء الله في العماره. انا شتي العجينه خليتها طلعت فيها شويه تاع الخميره وارتاحت لنا. صافي، غادي نجي دابا نطلقها. انا غادي نطلقها رقيقه ما تكونش غليظه، قبل ندير مزيان. ندير هاد الدقيق تاع الفينو هو اللي كندير باش نطلقها، باش تجينا مقرمشه، ما تجيناش تجينا رطبه. انا راه قرصتها حتى تكون رقيقه باش تجينا العجينه تطيب في الفرن، تجينا داك السمك ديالها ما تيكونش غليظ، تيكون غير رقيق باش تجينا زوينه. صافي، غادي نقطبها دابا بالفرشيط، ما خصنيش نقطبها باش ما تنفخش لنا. غادي ندير هاد الصلصه تاع الطماطم، ندير هاد الجوج معالق. اللي تيبغي الصلصه يكثرها. انا علاش درت الكفته خضراء حيت دايره العجينه خضراء، عاد تطيب وياها في سميتو دقه وحده. اللي بغيت ديال العجينه يطيبها نص طيبه، يدخلها الفران ديالها نص طيبه، ديك الساعه يطيب الكفته، ما تكونش الكفته خضراء باش ما تجيناش خضراء من الداخل.
غادي نضيف الجبن هو الاول، ندير شويه كتير، هو اللي تيجيب هذيك التعليكه، تكون فيها ديك التعليكه تجينا زوينه. ودائما نختاروا الجبن يكون ماركه مزيانه، حيت كاين شي ماركات تجينا كاع ما تعطوك لا التعليكه لا التشح لا مذاق لا حتى حاجه. صافي غادي ندير دابا الكفته، حطيها عشوائيه هكا، ولا بغيتي يطيب الكفته يطيبها ماشي مشكل، يدير مع البصله يديرها. ناخذ درت ليها هاد الخطريه بهذا الشكل هكا. صافي غادي نضيف الفلفله حتى هي راه هي خضره ما مطيبتهاش، داكشي تيبقى اختياري، ولا بغيتي يطيبها يطيبها هي ما تجي. غادي نضيف الزيتون، غادي نضيف واحد شويه تاع الجبن دابا من الفوق هكا شويه. صافي حنا درنا الجبن لتحت. صافي انا مسخنه الفران الفوق والتحت، غادي نديرو على 150 وندخلها تطيب على خاطرها. بعد ما وجدتنا البيتزا ديالنا تجي على هذا الشكل، تنتمنى تعجبكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشكرا لكم بزاف.